طب كابتن جمال غندور معانا، تقبل برايه ولا مش؟ لا طالما انتوا قلتوا بيلن مش هقبل برايه، مش هقبل برايه غندور. كابتن جمال مساء الفل. مساء الخير يا كابتن احمد. اولا انا مع الاستاذ فتحي من قبل ما اتكلم. الله في ايه؟ انا معاه في اي حاجه يقولها. يا سلام عليك يا كابتن جمال، قول اللي تقوله. جيمي عايز انبهك بس لحاجه مهمه. اتفضل يا كابتن. انه الاستاذ فتحي بيجي مره في الاسبوع. انا باجي طول الاسبوع. بس مره فيها الشفا بعد انا بس عايز اقول لك حاجه. انت حبيبي مش هتعمل لي حاجه، انما هو لو قلب عليا انت عارف القلم. لا ده حبيبي. لا وخلي بالك هو العمود بتاعه في الفجر مكسر الدنيا لا تتردد. انا عارف. واخد بالك حضرتك مزين العمود عندنا يعني. فانا ممكن اقوم جاي لاعب شويه كده. ايه جمال غندور كان النهارده مش في حالته، كان تعبان شويه، فخلي بالك برضه يعني. لا بس هو برضه الاستاذ فتحي احنا من زمان حبايب. طبعا انت حبيبي يا كابتن. بس ده ما يمنعش بقى ايه نكمل بقى. دي وجهه نظري والله. زملاء اوتيل واحد بيقول لك. طبعا ده عشره عمر. بس ده ما يمنعش يكمل بقى، ما يمنعش ان احنا نختلف معاه يعني. قول له كده ضربه الجزاء رايك فيها؟ لا يعني انا شخصيا لو في الملعب مش هحسبها ركله جزاء. لو في الملعب انا مش مقتنع بيها الحقيقه. طب ما نشوفها يعني تاني. هو في التحام جسدي شويه ميل على لاعب الشرطه شويه. لا هجيبها لك من كل الزوايا، هجيبها لك من كل الزوايا. لا ما فيش طبعا اللعبه متشافه من كل الزوايا، من كل الزوايا. هنشوفها من الاقرب، هنشوفها من الاقرب. بص يا كابتن جمال، الايد ده ايد واضحه. بص يا كابتن جمال حتى من هنا. بص دي اقرب زاويه. حتى دي اقرب زاويه. يعني هو في يعني الراجل بيريح عليه بجسمه. لا بيريح. لا مش ريح مقتنع باللعبه. انت قرصت مبدا يا كابتن جمال. مفيش تريح جوه. الزقه بره زي الزقه بره هتحسبها فاول بره، احسبها فاول جوه. انا شايف انا اقدر ازق بايديا، اقدر ازق بكتفي، اقدر ازق بكوعي. الزق بالبطن وبالجسم ده صعب يا كابتن. ده بالايد يا كابتن؟ صعب. ده موجود في كرة القدم. والالتحام ده مش بالايد. والله يعني نحن نختلف. مفيش الايد في جنبه. مفيش. انت الاستاذ فتحي اثر عليك؟ لا بالعكس. لا والله انا بالعكس. انا شخصيا برغم ان المباراه سهله جدا ومفيهاش حالات كتير. دي الايد اهي. وبرغم انه هذه الحاله هي الهدف اللي هتسجله الزمالك، والزمالك خرج خسران المباراه. كل الامور ديت تخليك حتى وانت بتتكلم في حاله ما هياش برغم انها ركله جزاء، لكن انا مش مقتنع بيها. لو انا في الملعب مش هحسبها ركله. لو انت في الملعب مش هتحسبها. طب شوفها كده تاني هنا كده. ما زقوش. لا مفيش يعني. ما زقوش. ده بيحصل على طول يا كابتن طول الوقت. على فكره دي الجدعانه اللي انت بتتكلم عنها كتير، بتطلع كل ماتش 5 6 فاولات الجدعانه. هي دي منهم من وجهه نظرك يعني؟ دي منهم طبعا. اذا انت ترى انه لا وجود لضربه جزاء؟ لا وجود لضربه جزاء. في حاجه ثانيه غير دي في الملعب كانت مهمه النهارده يا كابتن؟ لا هو انا بس عايز اتكلم في موضوع الجمهور. اتفضل. انا النهارده سمعت رايين مختلفين الحقيقه. سمعت الكابتن عزمي مجاهد بيقول ان محمد فاروق اخطا عشان كان يجب عليه انه ينهي المباراه اول ما الجمهور يدخل. وسمعت الاستاذ عامر حسين قبل ما يستقيل مباشره كان بيقول انه الحكم عليه انه يدي مهله. انا مش عارف المهله دي قد ايه. هو قال 20 يعني دقيقه. ما اعرفش هل المهله دي يعني في مهله مثلا 3 دقائق او دقيقتين. قال 20 دقيقه يتم اخلاء الملعب. 20 دقيقه يعني انا اعطل اللعب 20 دقيقه عشان اخرج ايا كان مهله 10 دقائق ربع ساعه 15 دقيقه. طيب انا هقول حاجه يا كابتن. اتفضل يا فندم. هو مين اللي له سلطه على الجماهير؟ الحكم. لا انا عارف. لا مين اللي يتعامل؟ الحكم هيتعامل مع الجماهير مباشره ولا عن طريق الجهاز الفني؟ الجهاز الفني طبعا او صاحب الملعب. طبعا نتكلم في صاحب الملعب. عن طريق صاحب الملعب. نادي الزمالك صاحب الملعب هو متضامن ضمنيا في تنظيم المباراه مع صحيح. الامن. ده صحيح. مع الامن. يعني صاحب الملعب والامن جهه واحده. والدليل على كده خلينا ننزل للمستويات اللي تحت. لما بيكون في مباريات في الناشئين او في القسم الرابع او الثالث بتلاقي الامن النادي واجب عليه ان هو يبلغ الامن يوم المباراه الصبح. ولو ما بلغش الامن وراح الحكام ما لقوش بيحملوا النادي النتيجه والنادي بيخسر. ده صحيح. دي اللائحه بتقول كده. فانا مش شايف انه مش منطقي ابدا انه مباراه معروف ان هي هتتلعب من غير جمهور ومتبلغ الحكام ان المباراه من غير جمهور والدنيا كلها تعلم هذا الكلام. وبعدين مجرد ان انا اشوف جمهور جوه المباراه انا رايي انه لابد ان الحكم يلغي المباراه فورا. يلغي. حاجه اسمها مهله. يلغي. مهله ايه؟ مفيش حاجه اسمها مهله. اذا كنت انت من البدايه يعني الناس اللي بتدخل دي بتقول للناس انا بتحدى الدنيا كلها. وانا موجود اهو. وانا عملت اللي انا عايزه. نعم. يبقى ايه فايده ان انا ادي مهله؟ ايه فايده ان انا ادي مهله؟ انا ادي مهله لو في مطره نازله. لو في مثلا
حيوان صغير دخل الملعب او ما استنى لما خرجوا، انما ده جمهور اتقطع. ده جمهور داخل وبيتحدى وبيقعد في الملعب. يعني لو جمال غندور كان بيدير هذا اللقاء كان الغى المباراه طبعا. انا التعليمات اللي هاخدها من اتحاد الكره قبل ما اروح الملعب هقول لهم لو لقيت جمهور الغي كده بالظبط، الغي المباراه عشان خاطر ابقى الامور واضحه. ده برافو عليك. مفيش هزار في الحاجات دي. ده كلام ما هو ده انقذ الاتحاد الكره، احنا قلنا انقذ اتحاد الكره يعني النتيجة. فوز يعني فوز الشرطه النهارده انقذ اتحاد الكره.